دكتور كريم، انا عيني لا تصلح لعمليات التصحيح بالليزر، اعمل ايه؟ الكلام ده لو كانت قال من 10 15 سنه فاتوا كنا قلنا ان المريض ده مش هيقدر ان هو يستغنى عن النضاره وانه هيفضل لابس النضاره مدى الحياه، ولكن النهارده مع التقنيات الحديثه نقدر ان احنا نستغنى عن النضاره عن طريق عمليه زراعه العدسات داخل العين او الفيكيك اي او ال. عمليه زراعه العدسات داخل العين بتتضمن زراعه عدسه داخل العين امام عدسه العين الطبيعيه دون المساس بيها او دون الحاجه ان احنا نشيلها ودون المساس بالانسجه المحيطه بالعين. العدسه دي بتقوم بدور النضاره وبتخليك تقدر تشوف الرؤيه اللي انت بتشوفها بالنضاره ولكن من غير نضاره. العدسه دي مخصصه للناس اللي مقاسات النضاره بتاعتهم لا تصلح لعمليات التصحيح بالليزر، للمرضى اللي سمك القرنيه عندهم ضعيف وما نقدرش ان احنا نلمس القرنيه بتاعتهم او في خطوره عليهم، لمرضى القرنيه المخروطيه وده اللي بيبقى عندهم استجماتيزم عالي، وبنستخدم العدسه دي للتاهيل البصري للعين بعد علاج القرنيه المخروطيه. السن المسموح به للعمليه بدايه من سن 18 سنه لحد سن 40 سنه. العدسات اللي احنا بنستخدمها هي عدسات من الجيل الثاني، عدسات متطوره فيها فتحات لتظبيط وتنظيم ضغط العين دون الحاجه لاجراء اي جراحه عشان نظبط ضغط العين، ويقدر المريض تاني يوم من العمليه ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي ويشوف الرؤيه اللي كان بيشوفها بالنضاره ولكن من غير نضاره.